اهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهارده هنعمل مع بعض طاجن فريك بالفراخ في الفرن. طعمه يجنن، واحلى حاجه فيه ان هو ما بياخدش وقت في التجهيز، وكمان ما بيحتاجش ان احنا نتبل الفراخ قبليها، وممكن كمان تعملوه باي قطعه من قطع الفراخ. النهارده انا هعمله من الوراك المخليه. انا جبت كميه من الوراك المخليه، قطعتها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وحطيتها في حله فيها معلقه كبيره من السمنه سخنه جدا علشان اديله صدمه كده ولون حلو من الناحيتين. مش هنتبله باي حاجه غير بس ملح وفلفل، واول ما ياخد لون حلو من الناحيتين هنطلعهم ونكمل في نفس الحله. هنحط بصلايه وفصين توم مفرومين. اول ما البصل يبتدي يصفر جهزت 3 كوبايات من الفريك، كنت غسلاهم ونقعاهم في ميه بارده لمده نص ساعه وصفيتهم حلو قوي. هنقلب الفريك مع البصل كده على الاقل 5 دقايق لغايه ما يفلفل كده ويسخن حلو. بعد كده هنحط طماطمايه متقطعه مكعبات، ملح وفلفل اسود كاري وكركم وشويه من بهارات الفراخ وورق لوري. ممكن كمان تزودوا معلقه كبيره من الصلصه، وهنقلبهم حلو قوي مع الفريك. وبعد كده هنرجع الفراخ ونبتدي بعد كده نزود شوربه فراخ او ميه اللي موجود عندكم. كل كوباية من الفريك بتاخد حوالي كوباية وربع من السوائل، وهنسيبه على نار هادية كده 10 دقايق لغاية ما يبتدي يتشرب. بعد كده هنفضيه في البايركس او في الطاجن ونغطيه كويس اوي بورق الزبدة وورق الفويل، وندخله الفرن على درجة حرارة 400 لمدة 45 دقيقة. بعد 45 دقيقة تفتحوا عليه كده وتتأكدوا ان هو اتشرب كل السوائل واستوى حلو، ولو تحبوا ممكن تسيبوه من غير الغطا لمدة 5 دقايق علشان ياخد وش كده من فوق. ده شكل الطاجن بعد ما خرج من الفرن، زي ما انتوا شايفين واخد لون جميل، والفراخ بتبقى استوت ودابت. طبعا ممكن تستخدموا اي قطع فراخ، جربوا تعملوه وقولولي رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، واشوفكم في وصفة تانية. ثانك يو.